سلام شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وفي صحه جيده وهاني خواتاتي. اليوم جيت باش نصنع معكم هذه صوص كراميل. نسحقوها نعمروا بها لي طاختيلات ولا نزينوا بها الحلويات. وصفه سهله واقتصاديه. بسم الله نبداو. هنا عندي كاس تاع سكر، نديرها في كاسرونه وغادي نديرها فوق النار وننقصها كاع اللي نديرها بتي فو ونخلي حتى يتكرمل لي مليح. هنايا وين السكر بدا يذوب لنا، حنا دايما نقصوا عليه النار، خاطش كون نزيدوا عليه النار غادي يجي يطلق لنا واحد المروريه وين يحرق لنا السكر. نقول نخلطوه فيه غير بشويه حتى يذوب لنا كاع. ها وين بعد لي داب لي، انا مازال خاصه يذوب، زيد يذوب شويه. ها وين صاي دروك داب لي، ها هو القوام تاعه. غادي نضرب نزيد له مغرف صغيره تاع زبده ونخلط مليح، ندخل الزبده مليح في داك السكر باش ما تقعد لناش هكا من الفوق. نسحقوها، قلت لكم نزينوا بها الحلويات ولا الفلان ولا. انا درت هذه وجدتها باش ندير بها لي طاختيلات. انا وين بعد داب لي مليح، دخلت داك الدهان مليح في السكر. دابا جبت اكياس حليب يكون حامي ونقص الغاز كاع، نقص عليه النار باش ما يطلع لنا شي يفيض لنا كاع الحليب، ولو غير بشويه. شكون نديره بارد غادي يتكتل لنا ويولي يتحجر لنا كاع داك السكر. حنا نديرو الحليب حامي ونضيف فيه غير بشويه، دونك نخلطه مليح حتى يذوب لي داك السكر. ها وين بعد لي داب. دروك عندي جبت هنايا كاس فيه قد 4 مغارف تاع حليب ومغرف معمره تاع مايزينا. مغرف تاع اكل نورمال عاديه، بصح ما نقبنوهاش كاع مليح، شويه باش ما يجيناش ثقيل بزاف. هو مادام يبرد مادام يجمد لنا تعقد لنا لاصوص تاعنا. دروك نطفي عليها النار نوريها لكم. هيا صوص كرام تاعنا واجده. شو كي جات دايره، جات عاقده. حنا مادامها نخلوها تبرد، مادامها تزيد تعقد وتشد روحها غايه. فيها واحد الذوق تاع طوفيا كراميل. ان شاء الله تجربوها الشيرات، نسحقوها للتزيين. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. عليا نقول لكم الشيرات اللي مازال ما اشتركش عندي في القناه يشترك وما تنسونيش بالجيم، وفي وصفه قادمه ان شاء الله.